السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم قررت نخرجكم معايا، حبيت نقضي شوي صوالح خاصين للدار، خضره وفاكهه. هاكم على بالكم تخلص طمطم. هيا قلت نديكم معايا الليل ونحكيو شويه على المعيشه هنا في الغربه وكيفاش الواحد يسير اموراته. وراح نزيد نشارك معاكم وصفه تاع خبز بالفرماج، يجي يهبل يهبل، تقدروا تجوزوا به الشربة ولا لا سوب. ونزيد نعاتكم مشتريات رمضان وزينة رمضان ثاني. اقعدوا معايا حتى لافان تاع الفيديو. كيما هنا انا راني في ليدل، انا دايما نقضي منه هو والماغازان اورجون. هما اللي يعجبوني الاسعار تاعهم مليح بارابور لي زوط ماغازان. واصلا هنا مثلا في اوروبا يعني عامه وفي فرنسا ثاني الاكل والحمد لله في متناول الجميع. هنا الزوالي ياكل كيما الغني، ما كانش بيناتهم ديفيرونس، كاين الوفره والتنوع في كلش. واصلا وفرضنا وكان واحد زعما دخله محدود والله ما يخدمش، كاين الجمعيات اللي تعاون بزاف. سيستم هنا ما يخلي حتى واحد يبات جيعان. الحمد لله من هذه الناحيه يعني ما كانش فرق. هنا طابلة معمرة ولا القضيان بزاف، هذا هنا عادي جدا عندنا، يعني موش معيار اللي صار. وهذه هي دوكا حبيت نشارك معكم هذه الوصفة تاع الجبن اللي قلت لكم عليه. في إناء ولا في بول تحطوا 120 ملي حليب دافي، وتزيدوا لهم خميرة تاع الخبز بين 5 حتى 7 غرام. المهم وزن الكيس دي فوا نلقاو فيه 8 دي فوا 7، كل واحد وكيفاه. ومغرفة سكر كبيرة تاع سكر، ونخلطوهم ونخليهم شوية يتفاعلوا. ومن بعد نضيفوا لهم 2 مغارف زيت نباتي ولا ويل دوليف كما تحبوا. ومن بعد 2 بيضات، يسمى بيضة وبياض البيض الاصفر الاخر نخليوه ندهنوا به من بعد. ونخلطوا المكونات مليح حتى يتجانسوا. ومن بعد تضيفوا الفرينة 300 غرام فرينة نورمالمون. شوفوا لازم تصيروها ثاني باه يجيكم خفيف هكذا. وما تنساوش ثاني مغرفة صغيرة تاع ملح. وتحبوا من بعد تلموها بيديكم ولا تستعملوا البيتخا كيما حبيتوا. هذا الخطر انا قلت نخدموا بيدي باسكو ساهل ثمثم والكميه صغيره، ماشي شرط نجبد على جالها البيتخا. هكذا نعجنوها مليح حتى نتحصلوا على عجينه طريه. وعلى فنضيفوا لها الزبده ثاني ندخلوها. الزبده هي راح تخليه يجي هشيش ومورق بيان. دوك تشوفوا لافان كيفاه يخرج. وهكذا غطيوه مليح، حطوه في مكان دافئ باه يتفاعل ويتضاعف الحجم تاعو. اوموا واحد الساعه ونص هكذاك. كيعود الجو شويه بارد كيعود السخانه ميم با ساعه والله تطلع كيما راكم تشوفوا هكذا. عاودوا نحوهم وخدموهم كرابع هكذا صغار، وخليهم يزيدوا يطلعوا قبل ما نشكلوهم ونديروا لهم الفرماج. انا في هذه العاده كي الحاجه اللي نخدم بها نغسلها هكذا. كي نخلص الطياب والله تقعد لي الكوزينه نظيفه، ماشي تخلصي الطياب ومن بعد تولي لازم تنظفي الكوزينه تكوني عييتي الدوبل. حاولي تنظفي وانتي تخدمي ميم طون هكذا، كي تخلصي تخرجي ما تعقبيش وقت بزاف في الكوزينه. وهذه المرحله الاخيره راح نحلوهم بشويه فرينه. ودوك يدخلهم الفرماج. انا استعملت جبن الموزاريلا، هو اللي بنين ويجي يتعالق كما شفتوه.
وتحطيهم ترتاح للمرة الأخيرة. من بعد ندهنهم برك وندكوهم في الفور وراح تشوفوا النتيجة دوكا إن شاء الله. كيما على بالكم البنات رمضان راه على الأبواب ومعاه تبدا هذيك الحيرة تاع النساء والتحضيرات اللي ما يخلصوش. دوك في هذا الوقت اللي راهي تنفض واللي راهي طيب واللي تعيط لك تقول لك واش وجدتي واش درتي. كاين حتى اللي دارت منيو تاع شهر كامل الله يبارك. انا والله يعني نحير مانيش من هذه الفئه، انا نعيش لو جور او جور كما يقولوا كل يوم وبركته. وبالنسبه للنفيذ كيف يعني انا نفيذ ثاني سير العام والفريز كيف يعني ما خليش حتى أنا يجوا المواسم وباش ننفض الدار ونطيح صحتي ولا. انا هذه التقاليد تاوعنا بزاف فيهم التعب وماذا بيا نيفيتيهم الماكسيموم. انا بالنسبه لي التحضير الحقيقي رمضان يبدا من الداخل من نفس العبد، يعني قبل الكوزينه نحب نغسل السجاده مثلا طقم الصلاه، نوجد المصاحف، نشري البخور، نعطر البيت ونركب له الديكور. هذه التفاصيل بسيطه هي اللي تعطينا هذاك الشعور باللي داخلين في ايام مباركه ومختلفه، ماشي يعني غير لا نفضت وغرقت الحلاب نحس روحي راهو داخل رمضان. وهنا كان الخبز تاعنا طاب، حكمت دهنته بهذا الخلطة اللي هي 2 مغارف زيت الزيتون وطرف زبدة وشوي معدنوس وشوي ثوم، تخلطوهم بيان وتدهنوا بهم راح يعطي واحد القو يهبل. شوفوا هنا كي قسمتو وجه مليحة وباين خفيف ريشة ومامي القو والله هايل. جربوه البنات، جربوه قبل رمضان، اذا عجبكم اعتمدوا الوصفة في رمضان ان شاء الله. وزدت درت معاه هذا لسان البقري شطيطحة جاي يسخف. كاش نهار نشارك معكم الوصفة ان شاء الله. وكيما على بالكم احنا في الغربة المسؤولية تكبر علينا باش نحبوا ولادنا ثاني في دينهم ونعلمهم كيفاش يصوموا. هذا العام وجدت لولادي مسابقات يعني كويس فيه أسئلة وأجوبة بسيطة على السيرة النبوية وقصص الأنبياء. هكذا نحب نستغل وقتنا قبل الإفطار ولا في السهرة هكذا باش نعلمهم حاجات جديدة ويتعلموا دينهم يعني بمتعة ومرح يعني بدون ملل. هدفي يعني مش غير يصوموا، هدفي يفهموا بلي رمضان هو شهر الأخلاق، الصبر، الصداقة، تقرب من الله. هكذا نكونوا بينا فيهم ذكرى مليحة وتعيش معاهم طول حياتهم إن شاء الله. قولوا لي في التعليقات إذا حابين نشارك معكم هذوك لي كويز الأسئلة والأجوبة الدينية، تقدروا ديروهم مع أولادكم في السهرات الرمضانية إن شاء الله. وهاد لا ديكوراسيون كل راكم تشوفوا فيها يعني ماهيش كل تاع عام السنه، كاين حوايج خفاف هكذا شريتهم وكاين حوايج من العام اللي فات يعني ما خدمتش ما شريتش كلش، وكاين حوايج خدمتهم بيدي كيما هاد لي كيما كيفاش نقولوا لهم هاد لي ميني طاجين هذو شريت المول تاعهم من شيين وعمرتهم بالجبس وشريت لهم هذا الزخرفه برك من الفوق هكذا كانت عندي في دي بواط هكذا. هاد لي ستيكرز ثاني هنا اللي خدمتهم بآلة القص اللي عندي كريكوت، والكرافة هذه كانت عندي يسمى درتها رمضان هكذا لو تيم تاع رمضان، وكي تجي العيد نحي هذاك لو ستيكرز ثاني ونلصق ستيكرز خاص بالعيد يعني ماشي شرط لازم نشري حوايج رمضان. هذا المول ثاني شريته من شيين. وهذا الديكور ايضا كان عندي من 2020 هكذا نعلقهم كي خلاص رمضان نخبيهم هكذا نلقاهم كل عام، ماشي شرط الواحد يشري كل عام راهو نفس الشيء دور تو لي زون. وهذه المجسمات كنت خدمتهم ايام من قبل، راح نشارك معكم طريقة العمل في لي شورت لاني ما صورتهاش مليح وذاك، راح نشارك معكم في لي شورت اللي تحب تخدم دوكا قبل رمضان راح نحط لكم الشورت غدوه ان شاء الله. هكذا هذه مازلت ما كملتهاش راح نديرها نكملها ونسبخها وزيد نعلق لها هذا
الشباشب هذو من تحت، والله غتجي هايله وجاي ديكور خاص برمضان. وزدت شريت هاد الكوسان تاني من شيين بأثمنة بسيطة جدا، غير 1 €، 2 €. هكذا كما راكم تشوفوا يهبلوا. وهذه هي، نخليكم تكملوا تشوفوا لا فيديو، ان شاء الله تكون فيديو اليوم عجبكم. نتمنى تدعموني بلايك وتبارطاجيو مع صحاباتكم، وراح نشارك معكم روتينة رمضان، ان شاء الله نكون نفيدكم وتهزوا من عندي افكار مليحة. واش نقولكم، شكرا على التعليقات الجميلة وعلى وفائكم، وان شاء الله ربي يبلغنا رمضان، والى اللقاء في فيديو جديد. سلام.